السلام عليكم. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان جبنا لكم هذه الشقه الرائعه للبيع بمدينه فاس. هذه جات في الطابق الثالث. هذه المساحه ديالها 75 ديال المتر، مصلوحه وفيها فينيسيون اللي واعر بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. هذه بالنسبه للموقع ديالها فهي جات مدينه فاس، حي المصلى. هذه كيقولوا لها المصلى كيقول لها بلاد الحلو. جزيرة الأمل. بالنسبه للموقع ديالها فهو مدينه فاس، باب مفتوح، جزيئة الامل بالضبط. كيف ما قلنا هذه المساحه ديالها 75 ديال المتر. عندنا هاد الدخله كيف ما قلنا كنلقاو عندنا هاد الصالون. هذا صالون. بالنسبه راه فيها ثمن مناسب، راها مصلوحه وفيها فينيسيون اللي واعر بزاف. هذا صالون. هذه بالنسبه للثمن ديالها فهو 18 مليون ونص قابله للتفاوض. من هاد السيجور هذا كيف ما قلنا راها مصلوحه وفيها فينيسيون اللي واعر بزاف، راها مصلوحه. بالنسبه كيف ما قلنا هذه جات في الطابق الثالث، ماشي من هذا السطح، مازال برطمان فوق منه. هذه راها جايه في واحد الموقع اللي رائع، ترونكيل كالم. عندنا هذا بانكو، عندنا الحي هو هذا. هنا راه ترونكيل كالم، يعني ما كاينش يعني لا صداع لا حتى شي حاجه. كيف ما قلنا هذه جات مدينه فاس، المصلى ديال باب مفتوح، جزيئة الامل بالضبط. كيف ما قلنا المساحه ديالها 75 ديال المتر، وبالنسبه للثمن ديالها فهو فقط 18 مليون ونص قابله للتفاوض. كيف ما قلنا هذاك الصالون والسيجور كيف ما شفتوا معايا. كنجيو لهنا، عندنا هنايا الحمام بوحدو. هذا الحمام راه بوحدو. كنجيو لهنا الحمام بوحدو، طواليت بوحدها. هذه راها سته كبيره، الا بغيتي دير فيها شي حاجه راها كبيره. سته هي هذه. كنجيو لهنا عندنا هذا بيت النعاس. هذا بيت النعاس. كما قلنا راها الشقه اللي مصلوحه، يعني راها فينيسيون اللي واعر بزاف. بالنسبه راها ضاويه، حنا كنصورو غير بالعشيه. اما بالنسبه للضوء راها ضاويه، غير حنا كنصورو في العشيه راه طايح الظلام. هذا علاش. هذه الكوزينه راها كبيره. هذه كوزينه. كيف ما قلنا هذه الشقه اللي بها بمدينه فاس، حي المصلى ديال باب مفتوح، جزيئة الامل بالضبط. المساحه ديالها 75 ديال المتر، جات في الطابق الثالث. بالنسبه للثمن ديالها فهو فقط 18 مليون ونص قابله للتفاوض. دائما في قناتكم على اليوتيوب حسام للعقار، اللي فيها اي حاجه بغيتيها وكتقلب عليها. راها مصلوحه ضاويه وفيها فينيسيون اللي واعر بزاف. هانتوما اصلاح الفينيسيون. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.